مشاعر الزعل والإحباط دي بتخرج، بلاقي إن المشكلة لما بفكر فيها بعقلي وبحيادية ليها حلول وقابلة للحلول وقابلة للتقييم، وأنا بختار وبقيم أي الحلول أقرب إلى الصواب. يبقى أنت عودتيه، أدي أول درس. تاني درس، أنت علمتي ابنك بدون ما تدري مهارة رائعة جدا، اللي هي مهارة الطلاقة والمرونة. طلاقة ومرونة ايه؟ يعني ايه طلاقة ويعني ايه مرونة؟ علمتي ابنك ان المشكلة ليها اكتر من حل، مرونة، وتحتمل اكتر من تقييم وتحتمل اكتر من حل، وانا بقدر اختار ما بينهم. ده ممكن يجي يقولك ايه، على فكرة الحلين اللي انت قلتهم لي دول انا مش مقتنع بيهم. قولي له هايل، طالما مش مقتنع بيهم يبقى في حل انت طلعت بيه.